على راديو رسالة. اهلا بيك، اهلا بحضرتك وبكل المستمعين. اهلا بحضرتك. طبعا استاذ محمد بيظهر في الاستوديو التحليلي في قناه مودرن سبورت، بيظهر في البرنامج الاسبوعي الشهير حصاد الاسبوع. طبعا استاذ محمد، يعني نبدا معاك، وطبعا الخبر الذي هز عرش النادي الاهلي وعرش مصر زي ما بنقول، رحيل الكابتن حسام البدري. ايه رايك فيه الاول؟ يعني انت شايف ان هو قرار صائب من الكابتن حسام، ولا خانوا يعني في تعبيره، او خانوا فيه ان هو رفض التجديد للنادي الاهلي؟ لا، هو اولا حسام البدري ما رفضش التجديد لان حسام ملوش عقد اساسا في النادي الاهلي، ده مبدئيا. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان تعامله مع حسام البدري مش تعامل اداره نادي مع مدرب محترف، بقدر ما كانت بتتعامل مع حسام البدري من منطلق ان حسام يعني احنا بندي لك فرصه وان احنا عايزين نكبرك والكلام ده اللي بيبقى فيه عاطفه كتيره قوي. اضف الى ذلك ان النادي الاهلي نفسه بيمر بظروف صعبه جدا. الظروف دي بتتمثل في ان النادي الاهلي ما عندوش فلوس على الاطلاق. يعني النادي الاهلي عنده مشاكل ماليه غير عاديه، اللعيبه لسه ما خدتش مكافاه البطوله الافريقيه لحد دلوقتي. فكل الحاجات دي طبعا بتفرق مع واحد محترف زي حسام البدري، عارف ان النادي الاهلي لو هو قاعد في الموسم الجديد هيبقى مطلوب منه كل البطولات كعاده النادي الاهلي. لا توجد بطوله على ويشارك فيها النادي الاهلي الا وبيبقى فرض على لاعبيه وعلى جهازه الفني ان هو ينافس عليها. في الوقت اللي انت ما بتقدرش تدعم حسام البدري بالشكل اللي يتناسب مع الطموحات اللي عايزها اداره النادي الاهلي. فكل الحاجات دي خلت حسام البدري انه يفكر ويفكر كتير قوي، يعني ان هو قبل ما يستمر. وبعدين الكوره في العالم كله ومصر جزء من العالم ان هي لا تعترف بالعواطف. يعني حسام البدري حتى لو ما كانش مضى للاهلي الليبي وكان اهمل العروض اللي جات له، طب الحل كان هيبقى ايه لو العروض بتاعه النادي الاهلي في الموسم الجديد او في الفتره القادمه ما كانتش هتبقى جيده؟ هل كان حسام البدري هيبقى بفعل العاطفه او بفعل انه تنازل وبفعل ان هو رفض عروض كثيره؟ يعني اعتقد ما كانش ده هينفع خالص، يعني كان ممكن يتم استبعاده. فبالتالي انت بتشتغل في نادي كبير زي النادي الاهلي. معاك يا فندم، اتفضل. مهم كتير جدا ان انت تبقى عارف ان انت بتشتغل بشكل احترافي بحت، بقدر ما يعني ما ستاخد بيبقى مطلوب منك ان انت تعطي، بل بالعكس ممكن ما تاخدش ومطلوب منك ان انت تعطي. وده اللي بيبقى موجود مع مدربين مصريين كتير، وهي دي المشكله اللي موجوده مع ادارات الانديه المصريه. عقده الخواجه يا استاذ محمد. لا مش عقده الخواجه، مشكله الادارات المصريه لما بتسند مسؤوليتها لاولادها يعني او ما يطلق عليهم اولادهم بيبقى عندهم مشكله كبيره قوي. هي بتتمثل في ان يمكن بيبقى في بخل في الدعم، في مشكله في توفير امكانيات مناسبه بالظبط. فدي بتبقى مشكله كبيره طبعا. ناخدك لحته تانية، وواحد برضو من النادي الاهلي ومن اللعيبه اللي يعني قعدنا نقول صفقه القرن، صفقه او اطلق عليها الكابتن حسام حسن صفقه القرن، وهي عبد الله السعيد. يعني شايف ليه عبد الله السعيد رجع مستواه كل ده؟ يعني مش هو عبد الله السعيد اللي كانت جماهير الاهلي منتظراه او جماهير الكره المصريه بشكل عام؟ لان عبد الله السعيد بشكل اساسي ما بيلعبش مكانه الاصلي. لا يعني ما بيلعبش بنفس السيستم او اسلوب اللعب اللي كان متعود عليه في النادي الاسماعيلي. والنادي الاهلي مشكلته او مشكله الناس اللي بتختار ان هي ممكن تختار الخامه اللي هي لا تتماشى مع الطبيعه اللي عندها او مع السيستم اللعب اللي موجود في النادي الاهلي. ودي مساله مهمه جدا، وده اللي بيبقى سبب رئيسي في فشل كتير قوي من اللعيبه. لان انت لما بتختار لعيب جديد في قواعد اساسيه، القواعد دي يجب على اي حد ان هو يراعيها في الاختيارات. القواعد دي اللي انا بختار، يعني لما باجي اختار انا لازم اختار طبقا لاسلوب اللعب اللي انا بلعب بيه، طبقا لمتطلبات المركز اللي انا اللعيبه هيأدي فيه، طبقا للمشاكل الفنيه اللي انا بواجهها خلال الموسم او طبيعه لعب المنافسين التانيين واحتياجاتي انا كنادي ممكن يبقى موجود فيها ايه او ممكن ادي فيها بشكل ازاي. النادي الاهلي مثلا على سبيل المثال ان هو نادي 90% من ماتشاته هو بيبقى ضاغط المنافس وبيلعب في مساحات ضيقه، بيلعب في نص ملعب المنافس ان لم يكن في ثلث ملعب المنافس.
فبالتالي محتاج لعيبه سواء في نص الملعب او في الخط الامامي المهاجمين، بيبقى محتاج لعيبه تقدر تشتغل في المساحات الضيقه بكفاءه عاليه، وتقدر تشتغل بمواقف بحنكه النادي الاهلي والخبره طبعا اللي تقدر تفرق. فانت احيانا الاختيارات دي بيبقى ما مش موفق فيها يعني كنادي، او ما بتحطهاش في حساباتك وانت جاي بتختار لعيب جديد، وهو ده اللي بيخلي اللعيبه بتبدو ان هي اقل من مستواها، بتقل من مستواها كتير طبعا. يعني انت بتتكلم ان ليه وليد مثلا سليمان نجح، لان طبيعه لعب وليد سليمان في بتروجيت هي نفسها اللي يحتاجها النادي الاهلي، لعب المساحات الضيقه، لعب التعامل في المواقف الفرديه بكفاءه عاليه. وليد يعرف يشتغل واحد ضد واحد بكفاءه عاليه، وليد يقدر يشتغل في المساحات المقفوله، وليد يقدر يعمل الحاجات العرضيه من وهو فوق الكوره بدون مساحه موجوده، يقدر يعملها بدقه واتقان بشكل رائع جدا. كل الحاجات دي طب نبدا لحاجه تانية كنا سمعنا عنها كلنا النهارده يا استاذ محمد، واكيد حضرتك على درايه كامله بيها، ان مسعد عوض قالوا انه الاهلي هيدفع فيه 1.5 مليون، ومحمد عبد الفتاح تاحة اللاعب المدافع الحالي لوادي دجله. شايف حضرتك ان السؤال ده يعني شايف حضرتك ان فعلا الصفقه دي بهذه الكميه يعني 1.5 مليون ومحمد تاحة كمان، وكمان هذه الصفقه لائقه على النادي الاهلي، ام هي صفقه يعني ليه اتعملت اصلا زي ما بيقولوا جماهير كتير من كره القدم المصريه؟ لا انا بقول لك مبدئيا انت بتتكلم 1,500,000 جنيه في افضل حارس مرمى في افريقيا، اعتقد يعني مش مبلغ يعني. وبعدين انت بتدور ان انت تحتكر مركز حراسه المرمى لسنوات طويله، تضمن ان انت الافضل فيه هو عندك، وكل الشواهد بتقول ان الافضل في الفتره اللي جايه ممكن يبقى مسعد، على اعتبار ان انت النهارده بعد الاحداث اللي حصلت بين الاهلي وبورسعيد بين جماهير الاهلي والمصري، انت من الصعب ان انت تاخد مستقبل حراسه المرمى في مصر الشناوي. فبالتالي انت بتدور على مستقبل جديد، على حد يكون قاعد، على حد يكون عنده القدره يلعب لسنوات طويله باجاده عاليه وبشكل يعني مرادف كلام حضرتك يا استاذ محمد ان هي صفقه مفيده للنادي الاهلي وليس كما يقولها البعض. لا مفيده طبعا، لا مفيده جدا للنادي الاهلي. هو بس يتوقف انت هتديله فرصته قد ايه وانت هتتعامل معاه ازاي، وانت يبقى حجم الثقه اللي في منتخب الشباب واللي حصل عليها في الفتره الماضيه هتبقى موجوده ولا مش هتبقى موجوده، علشان تقدر تبني حارس مرمى مميز وحارس مرمى كفء يستطيع ان يؤدي بكفاءه على طريقه عصام الحضري او الشناوي. ده يتوقف، وحارس المرمى بالذات هو يقاس مش بالكفاءه بقدر عدد ساعات اللعب اللي بيلعبها. الحارس اللي بيكتسب خبرات لا يستطيع ان يكتسبها من خلال التمرين. ده اكيد يا استاذ محمد، لكن هاخدك بقى الحته يعني والدوري المصري تقييم حضرتك ايه؟ وهل نادي الزمالك بما انه افضل مستوى يقدمه منذ اعوام هو نادي الزمالك، هل حضرتك شايف ان تقييمك للدوري المصري ده رقم 1؟ وهل الزمالك فعلا قادر انه ياخد البطوله السنه دي ويكون افضل فريق في مصر، ولا لسه بدري؟ يعني شايف حضرتك ايه يعني للدوري المصري وللزمالك؟ لا هو انا بقى يعني انا اسالك، هو لو الزمالك ما خدش البطوله دلوقتي طب ممكن ياخدها امتى؟ يعني في ظل الاوضاع دي. يعني انت يعني ان الزمالك الاقرب بكل الامكانيات. طبعا النادي الاهلي نادي الزمالك المفروض نادي الزمالك عنده اكثر استقرارا في التشكيل، عنده خبرات عاليه، عنده لعيبه على المستوى الفردي مش موجودين في اي مكان في مصر، على الرغم ان عنده مشاكل ماليه، لكن المشاكل الماليه دي يعني تكاد تكون اقل من الانديه، يعني حتى كمان ما تعتبرهاش مشاكل، لان انت لما الاشخاص يبقوا متساويين او الجهات او الهيئات او اي اطراف في صراع او في منافسه متساويين بالسالب، فتعتبر ان ما حدش عنده يعني اي نوع من انواع السوالب يعني. طيب فانت النهارده بتتكلم كل الانديه في مصر عندها مشاكل، فبالتالي نادي الزمالك ما عندوش مشاكل. طب والدوري اللي احنا بنلعب فيه ده يا استاذ محمد، يعني الدوري اللي احنا بنلعب فيه ده ايه تقييمك ليه؟ يعني انت شايف ان هو دوري ممتع لائق غير شيق بالمره؟ ادي يعني انا بصراحه اقولها يعني على هو انا وانا بتفرج على الدوري المصري بقيت بنام، يعني مش شايف اي روح في الماتش. لا هو يمكن بس هي الظروف اللي احنا بنلعبها، معظم الفرق ما بتلعبش على ملاعبها، ومعظم الفرق يعني مش معظم، كله بيلعب بدون جمهور. الفرقه الوحيده في مصر كلها بتلعب بجمهورها ولعبت كل الماتشات بجمهورها هو نادي السويس، نادي منتخب السويس.
الذي لم يتاثر بقرار حظر الجماهير يعني. طيب يا استاذ لكن محمد انا بقول لك يعني يجب ان انت تنظر الى الدوري المصري في هذا العام الاستثنائي وفي هذه الظروف نظره مختلفه. كلنا يجب ان ننظر له نظره مختلفه. ان موضوع المتعه او فقدانه للمتعه ده موضوع اخر ثاني، لكن انت استمرار المنافسه نفسها، وجود اللعيبه في الملعب اللي هي حساسيات ماتشات رسميه، ان وجود الدايره نفسها مكتمله، دايره صناعه الحدث الرياضي بانتظام مسابقه الدوري العام، اعتقد ده فرق حتى على الفرق المصريه اللي بتلعب في بطولات الانديه الافريقيه، وفرق ايضا على مستوى كمان المستوى يعني اقول لك ايه، فرق من الناحيه الاقتصاديه البحته يعني، فرق كمان في ان انت قدرت تطلع مجموعه من الناشئين المميزين. النهارده انت بتتكلم منتخب ربيع عنده حوالي 10 ولا 12 لعيبه عندهم عروض. لو ما فيش دوري زي الدوري المصري ما كانش هيبقى عندك حتى بيكون احمد سمير لاعب الداخليه مثلا، لانه اكتسب ثقته في الدوري المصري في البطوله دي. فبالتالي يعني مش عايزين نقلل قوي، لكن كان مهم جدا ان المسابقه تنتظم باي شكل من الاشكال يعني، ان هي تتلعب يعني. لان عدم انتظامها ده كان كارثه. النهارده انت بتتكلم النادي الاهلي، النادي الزمالك بيصعد لدور المجموعات زي النادي الاهلي. اعتقد لو عبد الله السيسي ما بيشاركش وداخل المنافسه ما كانش يقدر يجيب جونين ويستعيد جزء كبير من مستواه اللي كان عليه لما كان موجود في النادي المصري يعني. ده اكيد. بنشكرك جدا يا استاذ محمد على هذا المداخله الرائعه، وان شاء الله تكون يعني باذن الله تكون وش خير علينا باذن الله، وتكون معانا في قادم المواعيد باذن الله. بشكرك جدا يا استاذ محمد على الدعوه دي. انا اللي شاكر لك. بشكرك.